السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أفكار ذهبية خلال العشر الأواخر من رمضان. أول شيء نقول جزاه الله خير اللي سوى هذه اللوحات اللي مصاحبة للفيديو، والله يجزاه خير. وأحاول أني أقول الأفكار الذهبية العشر بإذن الله بشكل سريع للفائدة. نقول بسم الله. الفكرة الأولى، أقرأ كل ليلة سورة الإخلاص 3 مرات، فإن وافقت قراءتك ليلة القدر كنت كمن قرأ القرآن الكريم كاملا يوميا لمدة 84 سنة. الفكرة الثانية، صل كل ليلة 2 أو أكثر من قيام الليل ب100 آية، فإن وافقت صلاتك ليلة القدر كنت كمن كتب عند الله تعالى من القانتين يوميا لمدة 84 سنة. الفكرة الثالثة، قراءة خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن وافقت ليلة القدر وكتبت لك قيام 30,000 ليلة. الفكرة الرابعة، تصدق كل يوم ولو بريال واحد فقط، فإن وافقت صدقتك ليلة القدر كتب لك عند الله تعالى كمن تصدق يوميا لمدة 84 سنة. الفكرة الخامسة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فإن وافقت ليلة القدر كنت كمن اعتقى 300,000 رقبة، والرقبة الواحدة تعتق من النار. الفكرة السادسة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فإن وافقت ليلة القدر أو وافقت ليلة القدر فقد ملأت يدك من الخير لمدة 30,000 يوم. الفكرة السابعة، قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإن وافقت ليلة القدر فقد كتب لك 60 بليون حسنة. الفكرة الثامنة، قل سبحان الله 100 مرة، فإن وافقت ليلة القدر كتب لك 30 مليون حسنة، أو حط عنك 30 مليون سيئة. الفكرة التاسعة، قل سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، فإن وافقت ليلة القدر فقد كتب لك 3 ملايين نخلة في الجنة. الفكرة العاشرة، قل اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة، فإن وافقت ليلة القدر فقد كتب لك 3 ملايين رحمة من ملك الملوك. سبحان الله. والآن انشرها فلك أجر من عمل بها. جزاكم الله خيرا.